بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات، فيديو جديد في قناة لولا كوتيور دي زاد. اليوم راح نشارك معكم طريقة خياطة وتفصيل قندورة بصدر كروشيه. هذا الصدر البنات راني خدمته معاكم سابقا في موديل صغير، واليوم راح نشارك معاكم في الموديل الكبير بطريقة تفصيل جديدة رائعة، فقط ب2 متر من القماش. يعني إذا عندك 2 متر راح تفصلي قندورة ما شاء الله. الطريقة هي راح تكون الداخل في الخارج. هنا عندي الباترون البنات. أول حاجة نحطوا القماش نتاعنا نثنوه على 2 من جهة العرض كما راكم تشوفوا. نحطوا الباترون تاعنا في هذا الاتجاه، الجهة المغلقة، ونقصوا الباترون تاعنا، ومن بعد ندوه للجهة الأخرى ونقصوا. يعني راح تكون للأمام راح يكون لنا جهة مغلقة، والظهر راح يكون مفتوح. راح تشوفوا معايا أثناء الفيديو، واللي ما فهمتش راني في السابق درت لكم طريقة الداخل في الخارج. شوفوا هنا البنات، راني قصيت الآن الباترون تاعي الطول كما راكم تشوفوا اللي حددناه. بكل بساطة الآن هزيت الباترون تاعي وديته للجهة المفتوحة كما راكم تشوفوا في الفيديو، وخليت 1 سنتيمتر، يعني بعد 1 سنتيمتر هذاك اللي راح نغلقوا به الخلف. بالنسبة للأكمام البنات راح ندير فقط مراوح، راح يكون طولهم 16 سنتيمتر، وبالنسبة للعرض راح ندي كامل القماش تقريبا 30 سنتيمتر. يعني تقريبا راح نديه كامل لأنه راح ندير كشكشة. نعاود البنات نقول لكم أنه التفصيل هذا راني شرحته سابقا. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، كيفاش طريقة الداخل في الخارج لأي مبتدئة تقدر تديرها. فقط ب2 متر راح تعطيك قندورة إيفازي وهايلة. نرسموا الآن هذا القوس هكذا بالطباشير، ورايحين نقصوا هذه التقويصة هكذا. راح ندير تقريبا طيات هكا، 2 أو 3 طيات فقط، باش تعطيني شكل رائع. وراح ندير لهم الزيكزاك كذلك باش يجي شكلهم مموج. هنا في الأسفل راح نكرونتي هذه المنطقة اللي راح نحدد بها وتكون يعني منتصف الأكمام. هذا هو بالنسبة للكم البنات. راح نحاول نستغل كامل 2 متر اللي تحصلت، أو يعني اللي عندي هكذا. بالنسبة للرقبة البنات كذلك راني شرحتها لكم في الفيديو السابق، نفس طريقة الصدر الصغير. فقط نحطوا الصدر ونرسموا على شكل الصدر هذا في، ونقصوا. مش راح نديروا تبطيل البنات، راح نديروا فقط كفة في الداخل هكذا، يعني على الوجه. شوفوا البنات هنا راني لصقت أو خيطت الصدر، كذلك نفس طريقة الصدر الصغير. هنا راني حاولت فقط نعطيكم الفكرة وانتم طبقوها، يعني خياطة هكذا نمشوا على كامل الصدر. وكذلك لصقت هذو الدوائر، يعني خيطتهم نفس طريقة الصدر الصغير اللي راح تشوفوه يعني في الفيديو السابق. وهنا كنت دايرة الفيزلين البنات نحيته. ورقبة الخلف كذلك درت لها كفة صغيرة، وجمعت الكتفين مع بعض بطريقة الخياطة الإنجليزية. الخياطة الإنجليزية هي أنه نخيطوا أولا على الأمام، ومن بعد على الأمام على بعد نصف سنتيمتر، ومن بعد نخيطوا في الخلف على بعد 1 سنتيمتر. راح تعطينا فينيسيون رائعة للأخوات اللي ما عندهمش الزيكزاك ولا اللي ما عندهمش يعني سورجي، يقدروا يديروا هذه الخياطة الإنجليزية، تجي تحفة كما راكم تشوفوا. ننظف كامل الخيوط، كل ما نخدم حاجة ننظف. هنا رقبة الخلف كما قلت لكم درت فقط كفة صغيرة، ما درتش يعني تبطين. وهنا راني لصقت بليزي بانجل الكم المروحة الأول. شوفوا لصقته فقط بليزي بانجل باش نشوف عدد الطيات اللي راح نتحصل عليها، ومن بعد راح نخيطها وندير لها كذلك الزيكزاك. شوفوا البنات راني خيطتها، وراح ندير لها الزيكزاك لاحقا باش ما يتحليش القماش في هذه الجهة، وندير الزيكزاك كذلك على حافة الكم باش تعطيني هذاك الشكل المموج. هنا راني حكمت الأكمام، يعني وين خيطتها مع الكتف،
وغادي نديرلها في الزيكزاك باش ما يتحللناش القماش. كما راكم تشوفوا هنا اول حاجه راح نخيطهم بعد ما حددت يعني اماكن نتاع الطيات لي بلي. انا هنا راح ندير فقط 4 طيات كما راكم تشوفوا. نحي لي زيبانكل ما ننساوهمش، ومن بعد نديروا لها الزيكزاك باش تجي لا فينيسيون مليحه، واللي عندها السرجي اكيد راح يجي افضل. وهنا ثاني نديروا الزيكزاك كما راكم تشوفوا. راني ندير مكان الخياطه دائما نديروا الزيكزاك. نفس الشيء راح ندير في الجهه الاخرى بعد ما يعني نلصق المراوح نديرلهم الزيكزاك هكذا. شوفوا هذه هي شكلها. وهنا ثاني درت الزيكزاك في حافة نتاع المراوح باش يجي هذا الشكل المموج والجميل. نفس الشيء نديروه في الجهة الأخرى. الآن نجو ونجمع الجوانب كذلك نفس الشيء بالطريقة الإنجليزية. هذه الفترة راني نخيط غير بها لأنه لقيتها أفضل من أني ندير الزيكزاك. الزيكزاك يدي وقت وكذلك يدي جهد كبير بالنسبة للماكينة، فنفضل اني ندير الطريقة الانجليزية. شوفوا راني نخيط على بعد نصف سنتيمتر على الوجه. شوفوا راني نخيط في الوجه على بعد نصف سنتيمتر فقط، يعني ما نكثروش. ويفضل البنات هذوك الخيوط اللي راكم تشوفوا فيهم خارجين يفضل انكم تقصوهم بعد ما تخيطوا هكذا باش من بعد كي تقلبوا ما يبانوش. كل مره البنات نحاولوا نتعلموا حاجه نحسنوا بها الخياطه تاعنا باش تجي لا فينيسيون مليحه. ومن بعد نقلبوا البنات على الظهر ونخيطوا على بعد 1 سنتيمتر. وهذه هي النتيجه البنات بعد ما خيطنا الصدر كما راكم تشوفوا. ونسيت كذلك خطوه البنات هي الظهر. الظهر كذلك لازم نخيطوه لانه راح يكون مقسوم على جزئين. هذه هي. وفي الاسفل البنات ما درتش لوغلي يعني الكفه ولا العطفه، لا درت فقط زيكزاك باش حتى من الاسفل تكون لي هكذا مموجه كما في المراوح. شفتوا طريقة سهلة وبسيطة فقط ب2 متر تحصلنا على قندورة إيفازي رائعة بسيطة كمبتدئة تقدر تجربيها يعني 2 متر فقط. وكذلك الصدر اللي تحب تشوف طريقته راح تلقاه في قناتي الخاصة بالكروشيه لولا كروشي دي زاد. صدر رائع جدا صيفي، موديل خفيف وبسيط تلبسيه للمناسبات أو يومي يعني للمنزل. ان شاء الله يعجبكم هذا الموديل. ما تنسوش البنات الاشتراك في القناة ودعمكم بتعليق وجيم للفيديو. واذا عندكم اي اقتراحات او تحسينات في الخياطة افكار نحسن بها لا فينيسيون خلوها لي في التعليقات. ومع السلامة.